معلش اللايف اتقطع. خلينا نتكلم نقول من الاول. دلوقتي وقعت الفنان محمد فؤاد، او بلاش نقول وقعت محمد فؤاد، نقول وقعت واحد داخل مستشفى. انا مستغربه جدا 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 ان اي مشكله او اي حاجه خاصه يقع فيها واحد مشهور يبقى لازم الطرف التاني هو اللي مش غلطان. ليه؟ يعني ليه؟ مين خلى الطرف التاني ده معصوم من الخطأ؟ مش فاهمه. ليه لمجرد ان محمد فؤاد يبقى محمد فؤاد يبقى اكيد محمد فؤاد اللي غلطان؟ على فكره ده عموما ليه بتغلطوا طرف وتسيبوا طرف؟ طب ما انت ممكن تقع في نفس المشكله على فكره، وتيجي في يوم من الايام داخل مكان باخوك عنده جلطه في الرئه. عارفين يعني ايه جلطه في الرئه؟ يعني قدامه دقايق ويموت. جلطه في الرئه او جلطه في الشريان التاجي في القلب، اللي هو الشريان الرئيسي في القلب ده، يعني ده معناه ان في انسداد شرايين تانية، والشريان التاجي اللي هو الشريان الرئيسي بتاع القلب اللي بيضخ دم لكل الشرايين وقف. اوكي، فهو معاه تقرير طبي بكده. انا النهارده لقيت محمد فؤاد طالع بيعمل لايف بيقول فيه يا جماعه الراجل ده كذا وكذا وكذا وبيشتكي. يعني محمد فؤاد لو واصل او حاسس انه مهم او هيكلم اي حد يعرفه، اي حد، لو انتوا يعني زي ما انتوا بتقولوا يعني هو مش عشان مغني، هو لو مطرب مش هيعمل اللايف ده. يعني لو هو حاسس ان هو حد مهم مش هيعمل اللايف ده. هيقول هاتولي المدير، هاتولي رئيسكو، يكلم حد مهم من وجهة نظركم يقول له بص بيحصل لي ايه في عين شمس. ما عملش كده، ده عمل تصرف بيعمله المواطن البسيط بجد. عمل تصرف بيعمله المواطن البسيط، ان هو بيصور فيديو بيقول انا كذا وانا اتشتمت وانا عملت وانا سويت وانا 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 وانا. اولا الدكاتره في مصر من اعظم الدكاتره في العالم، وده مش تملق خالص، انا مش عايزه اشتغل دكتور. اذا كنت عملت خير في حياتي فالدكاتره بتوع مصر هم السبب. الدكاتره بيتعبوا جدا، الصغيرين اللي هم قد الدكتور بتاع المشكله ده، الدكاتره اللي هم لسه متخرجين او صغيرين او كده، ما بياخدوش الفلوس ابدا اللي يقدروا يعني نقول ان هم بتبقى قد تعبهم. ولكن ما ينفعش ان احنا نقول ان الدكتور وقع في مشكله فكل الدكاتره تطلع تقول انتوا ضدنا وانتوا مش عارفه ايه. لا، مش معنى ان المذيع يغلط يبقى كل المذيعين غلطانين، مش معنى ان الدكتور يغلط يبقى كل الدكاتره غلطانين، مش معنى ان المحامي يغلط يبقى كل المحامين غلطانين. اولا الفيديو انا حطاه عندي على الانستجرام، ادخلوا شوفوه، شوفوا من اول ما محمد فؤاد دخل لغايه ما طلع حصل معاه ايه. وبعدين لو انت وقفت ضد محمد فؤاد هتتحط في نفس الموقف. انت داخل باخوك عنده، محمد فؤاد لسه فاقد اخ من اخواته. محمد فؤاد لسه فاقد اخ من اخواته، لسه ميت له اخ، والاخ التاني داخل بجلطه في الرئه. عارفين جلطه في الرئه يعني ايه؟ يعني الشريان التاجي الرئيسي بتاع القلب مسدود، ولازم هيبقى لازم علميا لازم هيبقى في شرايين تانية، لان بما ان الشريان الرئيسي للقلب ما بيضخش القلب او مسدود يبقى الشرايين التانية اللي حواليه ويعني 90% الشريان الجانبي كمان هيبقى مسدود. يعني قدامه دقايق او ايام او whatever. طيب واحد داخل مستشفى لسه فاقد اخوه، عنده اخ عنده جلطه في الرئه يعني بيموت قدامه، هو محمد فؤاد نفسه عنده شلل في العصب السابع. يعني مريض، داخل لك واحد مريض، داخل لك واحد مش معروف خالص، داخل لك واحد مريض معاه مريض عنده جلطه في الرئه، يعني لازم هيبقى قلقان ومتنرفز ومتوتر وواضح انه نزل بسرعه جدا، لان اكيد ده مش شكل فنان اللي حاطط طاقيه ولابس قميص مش لايق على البنطلون. انا اسفه ان انا اقول كده، ده واحد سوري يعني نزل من السرير وداخل لك. الفيديو انا حطاه عندي على الانستجرام، محمد فؤاد بيكلمه
ما بصلوش، ما بصلوش. يعني ده حتى احترام سن، مش هقول دكتور ومريض، احترام سن، بصله، قول له اهلا بحضرتك، اي حاجه، اي حاجه. ما حصلش. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم ليه. عشان ساعات كتير احنا المشاهير، انتوا فاهمين ان احنا بناخد يعني اهتمام زايد في الاماكن. للاسف لا، للاسف مؤخرا بيحصل العكس. بعد ما بقى فيه اللايفات، وبعد ما بقى فيه السوشيال ميديا، وبعد ما بقى فيه الكتايب، وبعد ما بقى فيه بقى لا، هتتكلم هفتح لايف وهقول ده ريهام سعيد عملت فيا وسوت وبتاع، فبنتعامل وحش. بيبقى فيه تحفظ ان انت لو فاهم ان انت مشهور فانت هتاخد اهميه اكتر، لا انت مش هتاخد اهميه خالص. وانا ما بعممش، انا بعممش، لان انا يعني انا هقول لكم حاجه. انا امبارح كنت في مستشفى السلام الدولي في المعادي. ايه يا جماعه المستشفى العظيمه دي؟ مستشفى عظيمه في النظافه والاحترام والادب والنظام، وما انا مفيش حاجه بيني وبينهم. انا رحت ازور يعني حد يخصني عامل عمليه قلب مفتوح. خلاص، ايه النظام وايه الادب وايه الاخلاق؟ فما ينفعش نتكلم على دكتور ونقول الدكاتره، لا، في دكاتره محترمه جدا، في دكاتره في القصر العيني صغيرين لسه نواب صغيرين بيخدموا الناس بعينيهم في القصر العيني. خلاص، وبشوفهم قدامي وبيسندوا ناس كبيره في السن وبيقعدوا معاهم و و و و و لكن الدكتور ده غلط. بصوا على الفيديو، في تحفظ في المعامله من الاول. انتوا عارفين ان لو المريض بيزعق او منهار او الدكتور لازم يحتويه. وبعدين الصحافه غريبه جدا والمواقع غريبه جدا. محمد فؤاد يتعدى على الطاقم الطبي بالضرب. هو ده فعلا، هو ده العنوان؟ هو في نفس؟ هو محمد فؤاد في نفس؟ انتوا ليه بتعملوا كده؟ بصوا حميد الشاعري رمى الفلوس للحلاق، بصوا ايهاب توفيق مشي في الحفله مش عايز يتصور مع حد، بصوا. انتوا بتعملوا ايه؟ مش فاهمه. انتوا ليه بتكرهوا الناس في الناس الطيبه جدا؟ يعني اذا كنتوا بتتكلموا على ايهاب ولا حميد ولا محمد، دول ناس اقسم بالله من اكتر الناس المؤدبه والمحترمه في العالم. ليه بتعملوا كده يا جماعه؟ مش معنى ان دكتور او محامي تاني، مش معنى ان دكتور او محامي او يعمل حاجه يبقى كل الدكاتره تقوم دي حمله ضد الدكتور، هو مش عشان محمد فؤاد، هو مش عشان مش عارفه ايه. لا 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 لا، في دكاتره محترمه جدا، في دكاتره كويسه جدا وصغيرين في السن وعبقره ومؤدبين جدا ومحترمين جدا. بس انا حصل لي في مستشفيات كده كتير. ادخل، انت فاكره بقى انك هتيجي تعدلي علينا؟ انت فاكره انك هتيجي تعملي علينا؟ انت مش عارفه ايه. لسه حاصل لي موقف فظيع فظيع من 3 ايام في حاجه كده لا تذكر، مش لازم اقول اسمها، حاجه كده يعني بشعه. فليه تعملوا كده في محمد فؤاد؟ ده راجل عيان، راجل مريض، راجل عنده شلل في العصب السابع وفقد اخوه، واخوه التاني عنده جلطه في الرئه. بتعملوا ايه؟ بتعملوا ايه يا جماعه؟ خلي عندكم رحمه. على فكره الدنيا هتلف تلف وهيجيلكوا ده، هيجيلكوا انكم تدخلوا مستشفى ويبقى معاكوا اخوكوا ولا بنتكوا ولا اخوكوا ومش عارفين تلحقوهم، وحد يعاملكوا مش بطريقه لطيفه ولا يرد عليكوا ولا يريحكوا. بقول لكم كفايه اول الفيديو، كفايه اول الفيديو هو واقف بيكلمه، والله ما بصله. هو مش محمد فؤاد، هو يا سيدي ابسط البسطاء، ما بيبصلوش ليه؟ ليه؟ ايه يعني؟ انا مش فاهمه ازاي بتغيروا الحقيقه كده، ازاي بتغيروا الحقيقه كده؟ مش معنى يا جماعه ان هو المشهور ده خلاص ما يعيش بينكم، خلاص بقى ضحيه لمجرد انه مشهور فيبقى هو اللي غلط طول الوقت. يعني انا النهارده لما اقع في اي مشكله في الشارع لازم هكون انا اللي غلطانه؟ ليه؟ طب انا في ناس بتغلس عليا في الشارع، وفي ناس بتكسر عليا في الشارع بعربيتها، وفي واحد ممكن يعدي يقول كلمه مش لطيفه، وممكن ادخل مستشفى دكتور يتعدى عليا او يعمل خطا طبي، وانا انا مواطنه مصريه عاديه، ممكن يتغلط في حقي.
على فكره الفيديو بيشرح نفسه، الفيديو عامل 1.5 مليون دلوقتي عندي على الانستجرام، مش محتاج اصلا حد يتكلم، الفيديو بيشرح نفسه. انتوا على فكره انكم تقفوا مع الغلط بتشجعوا الغلط. يعني لو الدكتور ده في منه مثلا 10 15 انت هتقع في واحد منهم. احنا عندنا دكاتره عظيمه، وتاني هقول في القصر العيني وفي المستشفيات الحكوميه والله في ولاد صغيرين ونواب قمه في الاخلاق، قمه في الاخلاق. بس مش ده اللي حصل مع محمد فؤاد. ومش معنى انه محمد فؤاد يبقى اخوه يموت، او مش معنى انه محمد فؤاد يبقى يتعامل وحش. خلاص الايه اتقلبت، ان الناس اللي ليها احترام عند جمهورها، هو لما بيقول انا محمد فؤاد وبيكلمني كده مش بيقول محمد فؤاد مهم، بيقول المفروض ان هو يتعامل بعشم. يعني المفروض انت تبقى من جمهوري، المفروض تبقى بتحبني. انا مش واحد جاي لك من الشارع، ولا انت مش عارف هويتي، ولا فاهم ان انا جايه بلطج عليك، لا انت عارف انا مين. فانت المفروض انت عارف ان انا محترم، فالمفروض تتعامل معايا محترم. يا جماعه ارحموا الناس شويه. هو انتوا فاكرين ان الناس المشهوره دي مش بني ادمين؟ هو انتوا فاكرين ان احنا ما عندناش مشاكلنا وديوننا ومرضنا وحاجات كتير قوي زيكم؟ انتوا ليه بتفصلونا؟ ليه بتتكلموا بعنصريه ان ده مشهور؟ على فكره ما انتوا كلكم بقيتوا مشهورين، ما كلكم بتطلعوا على التيك توك والسوشيال ميديا وما شاء الله الله اكبر. ليه؟ وبعدين هقول لكم حاجه، الدكتور ما عملش حاجه، خلاص هجيب لكم من الاخر، مع ان يعني الفيديو باين الدكتور ما عملش حاجه، وفي داخله واحد قلقان على اخوه، عنده جلطه في القلب، مش عنده برد، عنده جلطه في القلب، يعني دقايق ويروح منه، دقايق ويروح منه، يروح منه يموت خلاص. قلقان، متعصب، زعلان، ما ده ما حصلش، مش باين في الفيديو خالص. راجل محمد فؤاد داخل بيتكلم منتهى الادب، احتويه، هات له كرسي، ده راجل كبير، هات له كرسي قول له اتفضل حضرتك، انا هفهمك دلوقتي ان شاء الله باذن الله خير. محمد فؤاد هتطلعوه مش محترم في الاخر؟ مين قبل كده شاف على محمد فؤاد تصرف مش لطيف؟ قولوا لي. محمد فؤاد اللي من ايام التسعينات، يعني بقاله 25 سنه ولا 35 سنه، قولوا لي مره محمد فؤاد عمل مع حد تصرف مش لطيف عشان نطلعه انه اعتدى على الطاقم الطبي؟ ايه ده؟ ايه الافتراء ده؟ إيه الواحد هتمشوه خايف؟ يعني انا النهارده لو دخلت مستشفى ودخلت حاجه وحد اتعدى عليا هسكت عشان ما تطلعونيش غلطانه؟ واحد اخوه ميت، واخوه التاني عنده جلطه في القلب، وهو جاله شلل في وشه، يعني اكل عيشه، يعني رزقه، يعني بقه اللي مش عارف يغني بيه، يعني المفروض يبقى داخل عنده هموم الدنيا، واحد مش عارف يتكلم اصلا. انتوا متخيلين المصيبه اللي عند محمد فؤاد؟ ان محمد فؤاد مشلول، محمد فؤاد عنده شلل في العصب السابع في وشه، وترجعوا تقولوا اصل مش عارفه ايه. وشايفه انا تصريحات للدكتور اصل هو مش عشان محمد فؤاد يتعامل مش عارفه ايه، لا مش عشان محمد فؤاد، عشان هو مواطن لازم يتعامل باحترام هو وغيره، مش معنى ان محمد فؤاد يبقى يتعامل وحش. يا جماعه احنا لما بنبقى داخلين اماكن مش يعني مش ابدا ذنبنا ان احنا مشهورين. يعني انا ببقى داخله مكان عيانه او ببنتي والله في الطوارئ مثلا هنا في اكتوبر 3 الصبح، كله يبص لي على اني جايه امسك غلطه. انا جايه بنتي تعبانه، غلطه ايه دلوقتي اللي همسكها عليكم؟ انا بس رساله للصحافه وللمواقع، ورساله للناس، ما تقفوش مع الغلط عشان هتقعوا فيه. الدنيا دواره، هتشجعوا حد على سلوك غلط هيتعامل معاكم، ومن فضلكم لما حد دكتور او محامي او يقع في مشكله ما ينفعش ان زمايله ياخدوا الكلام كله عليهم. انت يا سيدي محترم وبتتعامل باحترام، غيرك ممكن لا. مش معنى ان انتوا نفس الدفعه يبقى كلكم بتتعاملوا وحش، لا مفيش حاجه اسمها كده. انا بس بطلب ان زي ما المواطن العادي عايز يتعامل باحترام، واحنا كمان عايزين نتعامل باحترام،
واحنا كمان محدش لو هو النهارده بيستخدم نفوذه ما كانش راح وقف الوقفه اللي هو وقفها دي، زي اي واحد بيتوسل لواحد في عمر اصغر من ابنه انه يرد عليه. بصوا على الفيديو على الانستجرام، واقف مع واحد اقل من عمر ابنه، بيتحايل عليه يرد عليه. ليه؟ عشان ايه؟ عشان هو محمد فؤاد؟ يا جماعه انتوا ازاي على فكره هو النبي عليه الصلاه والسلام وربنا قالوا كده، قالوا ان احنا هنيجي في زمن الايه فيها تتقلب، وان كل حاجه صح هتبقى غلط وكل حاجه غلط هتبقى صح. والله هو يوم القيامه قرب فعلا. شايفين الفيديو بعينيكوا وبتقولوا اصل هو تعدى عليه، واحد عيان داخل بواحد عيان، بتقولوا ان هو اللي بيتعدى. حرام عليكم والله العظيم، حرام عليكم. ازاي كده؟ ازاي بتغيروا الحقائق كده وبتقلبوا الترابيزه كده؟ تعيشوا الواحد خايف. بس انا ولا يعني مفيش حاجه اسمها كده، اي حد مع حق ما يخافش. بص يا محمد، يعني رساله من اخت، انت معاك الحق يا حبيبي، وان شاء الله باذن الله يشفي اخوك ويشفيك، يا رب يشفيك، يا رب يشفيك، على قد ما اسعدتنا وعلى قد ما نورت حياتنا باغانيك وعلى قد ما انت تاريخ كبير. يا رب باذن الله باذن الله يشفيك ويشفي اخوك ويرفع عنك كم الابتلاءات دي بجد. بصوا على الفيديو عندي على الانستجرام. انا عايزه اعرف الصحافه اللي بتكتب كده دي يعني مستفيده ايه بصراحه؟ مستفيده ايه؟ اتقوا الله، اتقوا الله بجد. ده راجل مش عارف يتكلم والله. ده انا مش صعب عليا يعني في الفيديو، مش صعب، مش عارف يتكلم اصلا. ما صعبش عليكم؟ ما صعبش عليكم اللي واقف عنده بقه معوج مش عارف يقول كلمتين على بعض وتقولوا اصل متعدي واصله فاكر نفسه محمد فؤاد؟ حرام عليكم. ده منظر انتوا شايفين ان هو فاكر نفسه حاجه؟ اللي نازل باللبس ده وعامل ده واقف بيتكلم بمنتهى الادب. هو بعد كده بقى انفعل او كده، ما اكيد معلش، كل واحد موجود على اللايف دلوقتي، كل واحد بيشوف كلامي. لو انت داخل باخوك ولا ابنك ولا ابوك عنده غلطه في القلب، هيبقى حالتك عامله ازاي؟ ده انت لازم المستشفى تشيلك فوق راسها من فوق وتطمنك وكل حاجه. ده شغلهم وبيعملوا كده، والله العظيم بيعملوا كده. بقول لكم انا كنت في السلام الدولي امبارح، والله العظيم قمه في الاحترام. والقصر العيني، يعني انا مش بقول لكم ان قطاع خاص، والله والقطاع العام، والله والقطاع العام. ياما عملنا عمليات قلب مفتوح في القصر العيني الفرنساوي، وياما رحت القصر العيني. كفايه. انا مره دكتور في المانيا قال لي في دوسلدورف، قال لي القصر العيني عندكم ده يدرس. احنا لو عندنا كم من الناس دي في المستشفى دي والله ما نقدر نعمل اللي هم ربع اللي هم بيعملوه. فانا بشكر كل دكاتره مصر وكل النواب الصغيرين على مجهودهم، لكن ما تقفوش في الغلط، ما تقفوش في الغلط، لان ممكن بكره ابوكوا او امكوا او يتنقلوا في مستشفى انتوا مش فيها بنفس الحاله ودكتور يعمل معاهم كده. اهل الدكاتره نفسهم ما تقفوش في الغلط. انا بقول لكم والله الايه اتقلبت، والله الايه اتقلبت، ان في كل حاجه دلوقتي. على فكره عشان كده انا كل حد مثلا استضيفه في البرنامج يطلع بعديها يعلق ان انا ازاي ما وقفتش معاه وازاي، عشان احنا ماشيين مع الحق، والحق بقى ضايع. انتوا بتقفوا عكس، ما اعرفش ازاي عكس، ما اعرفش. والنهارده مكتوب خبر مجلس النواب هيشوف ازاي الناس بتتعدى على الطاقم الطبي. بجد والله؟ هو مجلس الشعب ده مش بيمثل الشعب؟ يعني ازاي؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ الراجل محمد فؤاد ما عملش حاجه، ما عملش حاجه. الراجل عيان، رايح بعيان، لا مش رايح بعيان، رايح بواحد بيموت بيلتقط انفاسه الاخيره ومات من الانفعال. يعني جمعة مباركة إن شاء الله، واللي هيقف مع الحق في يوم من الأيام في حد ابن حلال هيقف له برضه في الحق. عشان كده أنا محمد فؤاد على فكرة عمري ما عيت كلمني،
ولا عمري يعني اعرفه طبعا، ولكن اعرفه زي اي حد عشان هو مفيش حد ما يعرفوش. لكن انا مثلا محمد فؤاد مش مثلا في كل ازماتي واقف معايا وكده عشان اطلع اتكلم عنه. بس ساعات الواحد لما بيبقى شايف الحق وساكت بيبقى هيموت خلاص. هو ربنا ما امرناش بكده، يعني لما نشوف الحق لازم نقوله، لازم نقوله. ربنا يا رب يشفي كل مريض، ويشفيك يا محمد، ويشفي اخوك، وباذن الله باذن الله يديكوا طولة العمر، وان شاء الله باذن الله ترجع زي ما كنت بتسعدنا وبتطربنا وتطلع احسن من الاول، عشان انت ياما اسعدتنا ياما اسعدتنا. ويا رب باذن الله ما اشوفكش كده تاني، واشوفك احسن من الاول مليون مره. انا برجو كل الناس انها تدعي لمحمد فؤاد ان ربنا يشفيه يا رب.